رجالة أولى ثانوي مستعدين للموقف الفلسفي؟ تخلي بالك بس إن الموقف الفلسفي ده محتاج تركيز شوية في الأسئلة بتاعته. البي اف دي زي ما بعتناها لكم على الجروبات هي 106 سؤال، طويلة شوية. فعشان كده أنت هتتدرب على كل الأشكال الخاصة بأسئلة الحاجة دي. وارجع للي بنقوله في الحصص والملخصات، لأن ده إحنا بنحل يعتبر الواجب بتاعك عشان نوريك الدنيا ماشية ازاي، الدنيا تتعامل مع الأسئلة ازاي. ولو في أي حاجة انت بترجع تسألنا، وتحت في لينكين، في لينك كل الملخصات موجود عليه سواء اللي فاتت أو اللي جاية، وفي لينك تاني موجود عليه كل فيديوهات الحل سواء اللي فاتت أو اللي جاية. طبعا انت منورنا على القناة وأهلا بيك دايما. بص يا صاحبي، احنا هنبدأ كده واحدة واحدة. نجيب القلم من هناك اهو، نمسك الاسئله ونفصصها. معلش الفيديو هيكون طويل شويه، بس انت قدها وقدود بطل. بيقول لك: لقد اهتمت الفلسفه في هذا العصر بالميتافيزيقا، الماورائيات، ماشي، والجمال والحق. ده بيتكلم عن الفلسفه، صح؟ طبعا انت ارجع للي بنقوله في الحصص، قلنا ده ملخص. ده ايه؟ ملخص للموضوع. يعني احنا هنا بنعلم لك بس، وانت لو مذاكر هتعرف احنا بنقول ايه. ومعاك اهو بنحاول نفسر، بنقول لك ليه. اللي مش شايف كويس يبعت لنا على الارقام اللي كانت في اول الفيديو، واحنا نبعت له البي اف علينا الاثنين. بص يا صاحبي، السؤال الثاني بيقول لك: يقول احد الفلاسفه الاعتقادات الراسخه، يعني اللي الناس شايفينه يبقى خضوع لمألوف ومعتاد. خضوع لمألوف ومعتاد. بعد كده يقول كلود برنارد: الفلسفه لا تعلمنا شيئا جديدا بواسطة نفسها، لأنها لا تختبر ولا تراقب المصدر الوحيد. حضرتك مش منها، هي مش من الفلسفة. لو من الفلسفة هنختار يوناني زي ما انت عارف، انما هنا بيقول لك مش من. فماشي، احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ اختبر، راقب، يبقى انا بتكلم عن العصر الحديث. السؤال الرابع بيقول لك: قدرة الإنسان على الوصول إلى طريقة مرضية لأخذ قراراته بنفسه، ولا يتأثر ذهنه باللي حواليه. يعني ما حدش من اللي حواليه يجبره على حاجة. ده بيقول لك ده بيخالف ايه؟ كونه بياخد قراره بنفسه، ده بيخالف ايه؟ طبعا بيخالف الخضوع للسلطات. وارجع للي قلناه. وعشان كده صاحبي فرق لي تحت بين الاربع تحديات بتوع الموقف الفلسفي. السؤال الخامس بيقول لك: ان عملية الوصول للحقيقة عملية مستمرة، فالفرد يغني عمره في البحث عنها. يفني المفروض، بس طبعا مكتوبة غلط. يفني عمره في البحث عنها، بيقعد يدور، فهي تعطي له هدف في الحياة ومتعة لاكتشاف الغامض والمجهول بجسارة. ده بيقول لك تدعوك لإيه؟ كوني بخاف عكس إيه؟ تمام؟ كوني بخاف بيقول لك تخلي عن إيه؟ يعني هبعد عن إيه؟ ده طبعا هتبعد عن الافتقار للشجاعة الفكرية. خلي عندك شجاعة وإقدام، وأنت لسه مفرق ولا إيه الكلام؟ لو ما فرقتش ارجع فرق وصلي على النبي كده وخليك جميل. السؤال السادس يقول لك: يقول الإمام محمد عبده: إذا أتى النقل بشيء يعلو على الفهم فلا يأتي بما يستحيل عند العقل. النقل والعقل فلسفة ودين. هو أصلا رماها لك بأن الإمام محمد عبده، بس أنت ما تبلعش ده على طول. وطبعا عارفين الفلسفة والدين فين؟ العصر الإيه؟ الوسيط. وسيط. ماشي يا عم. تفرق بين العصر الوسيط لا مش دلوقتي عشان ايديكوا برضه بتتعب معانا. السؤال السابع: تجعل الفرد لا يرى الواقع على حقيقته، لأنه يرى ما يميل إليه هو، ولا يرى ما لا يراه غيره، وإن كان ظاهر للعيان، وبالتالي أحكامه لا يمكن أن تكون وفق الحكمة. يعني حضرتك بتبص بنت بتشوف إيه، مش غيرك بيشوف إيه. أنا شايف غيري مش شايف، دي نظرة أحادية. كلام جميل. السؤال الثامن بيقول لك: يقول أحد الفلاسفة: ومعرفة مفيدة في الحياة تجعل من أنفسنا سادة الطبيعة وملكها. معرفة مفيدة للحياة بتاعتنا، يبقى يوناني. طبعا لو مشكلات فهو راهن. أنا مش عايز أقول اللي بنقوله في الحصص، خليلي الحصص. صحيح. هنا شايف ايدي هيظهر لك 5 ألوان. اختار لون كده، حطه في دماغك. تمام. اختار بقى رقم بين 1 ل10. اكيد اخترت لون فاكره كويس.
فاكر الرقم؟ طب خلاص ماشي. السؤال التاسع: سعى الإنسان إلى إدراك جوهر الوجود وجوهر الحياة ككل، محاولا الإجابة عن التساؤلات الجوهرية للوجود والحياة والمصير. يا سلام يا سلام. بص يا صاحبي، هنا قال لك لإدراك جوهر الوجود، فالراجل ده بيدور على عصر ايه ده؟ عصر ايه ده؟ انا ما اكيد مش الوسيط. ايه ده؟ الكلام بيختفي، فقرة السحر. واكيد مش الحديث. ترجم دايما اجاباتك عشان تعرف انت بتختار ازاي. ولا هو الراهن. نطلع للسؤال العاشر، بيقول لك: عندما تدافع عن افكارك امام العامه، ده بيقول لك تخلى عن ايه؟ بدل ما انا بدافع قدام الناس، اوعى تقول عشان قدام العامه فانا هاخد خضوع اوعى. وتركز في دي قوي. هو هنا بيتخلى عن الشجاعه لانه بدا يتكلم، ما بقاش مكسوف. اسكت يا لساني وما تقولش اللي بنقوله في الحصص، ولا انت تكتبه في الكومنتات. وبمناسبه الكومنتات، فرق لي بين الاربع اصول بتوع الموقف الفلسفي. شوف اجابتك تحت. بيقول لك: اعتبر ابن رشد ان كل من القياس العقلي والفقهي واجب في الشرع. تعطي العبارة السابقة مثالا للموقف الفلسفي في العصر الايه؟ بص خلي بالك، قياس عقلي وفقهي. فقه دين، يبقى وسيط. سؤال 12: انتشر في ذلك العصر الفحص والتمحيص. بيدور يبقى عصر علمي حديث. ارجع لكلام ديكارت، اوعى تنسى. السؤال 13: لا تستطيع الحكم على الكتاب من غلافه بدون فحصه. لازم تدور في الحاجة، ما تاخدهاش بشكل واحد معين، ما تبصش بوجهة نظرك بس. سؤال 14: عصر، بص برضه عشان انت تبقى فاهم، هو هنا بيقول لك ما تتسرعش. يا ريتك بتفهم. والله يا صاحبي انت راجل فهمان. فاكر الالوان والارقام؟ لا مش هنعمل بيها حاجه، بس انا كنت بفكك كده. سؤال 14: عصر اعتمد فلاسفته على تخليص الذهن من الافكار السائده والاراء المسبقه عشان يعرف، يعني انا هبعد عن اللي كنت ماشي بيه. تمام. فهنا بتتكلم عن ايه؟ امشي، ابعد عن البعيد، ما تمشيش بالبعيد، يعني شك. طب مين يتكلم عن الشك؟ العصر الايه؟ انت لسه مفرق. يا رب يا رب. السؤال 15: سعي الفرد لاتخاذ القرار دون السعي الدائم للحصول على موافقة الاشخاص القريبين منه. قريب مني يعني بيمارس عليا سلطة. فاكر الهيمنة فرق لي بين العوامل الموضوعية للوقوع في اخطاء التفكير بتاعت المنطق. اكتبهم لي تحت في الكومنتات. السؤال 16: ان التفكير عن طريق الغير يقف حجر عثرة في سبيل تقدم الفكر الإنساني. كوني بفكر بدماغ غيري، يبقى أنا كده عندي استقلال؟ لا، ما عنديش استقلال، ماشي بدماغهم. فهمان. سؤال 17 بيقول لك: اللحظة التي تطور فيها الفكر الفلسفي وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات كالميتافيزيقا. لسه حلينك السؤال ده. ليه؟ السؤال ده بيتكلم عن العصر اليوناني، حلينه في أول الفيديو. لما تشيل لي الاجابه اليوناني وتقول لي اكتشاف الانسان لنفسه، ما هي وارجع للي بنقوله في الحصص. شكلك مش فايق. سؤال 18: يقول فلان: انه ينبغي علينا الا تشيح بوجوهنا عن المستقبل لتغرق في الماضي والجمود على اساليبه هو بمثابه التهيؤ لدفن الحضاره. طبعا كلام انت هتقراه تقول يا نهار ابيض. يا ابني ما بيقولك ما تمشيش، ما تبعدش عن المستقبل وتفضل ماشي في الماضي، يعني ما تمشيش بالعادات والتقاليد، ما تمشيش باللي الناس تعرفه. خضوع المرء للتقاليد. سؤال 19 بقى، نخش على 19. يقول احد الفلاسفه ان الفلسفه تدع الافراد جانبا ولا تهتم بالانطباعات الاولى التي تحدثها فينا، انما المعاني اللي بتستعد منها التجربه. هو ده دور العقل. بص خلي بالك، قال لك ايه؟ التجربه. يا ولد شوف السؤال بيلف حوالين ايه.
السؤال العشرين بيقول لك التعامل مع مشكلة العنف ضد النساء. يا نهار اسود، مشاكل حياتية. دي العصر الراهن والفلسفة اليوم. فرق لي بقى بين الفلسفة اليوم والفلسفة عند اليونان والفلسفة في الشرق القديم. إجابتك تحت. صح كده، المنهج كله داخل في بعضه، محتاج تكون مركز تعرف تعمل ناتج تعلم. يا ريت نركز، يا ريت، الباب ده مهم قوي. سؤال 21 يقول فلان ابن علان إن إيقاظ العالم يحتاج لمواجهة الوجود بأن نوجد ونعمل ونبحث ونخترع ونبدع ونخلق. يا نهار أبيض، حضرتك عايز تكون راجل مقدام، مش بتتكسف تدور، يعني تدور ماشي، دور جوه ذاتك أهراماتك. سؤال 22 حاول برماناديس حسها أغنية يلا أن يطرح أعقد سؤال في الأخلاق: هل سمة وجود أم عدم؟ الراجل ده بيدور على الأصل، واللي بيدور على الأصل لا مش سمنة روابي، أنا عارفك يا أبو دم خفيف وقصير. السؤال 23 بيقول لك فلان الفلاني ده فيلسوف من رواد الحركة الإنسانية الفلسفية في أوروبا، بيحاول يقرب مذهب كاثوليكي ديانة مسيحية. طيب ثانية واحدة، معلش ده مشوار، عقبال ما نروح للعصر الوسيط كان محطوط قدام خالص، مشوار والله لحد أول السبورة دي. سؤال 24 يعد الاستقلال الفكري قيمة فلسفية مهمة، ويعني ضرورة تحرر الفرد من التبعية الفكرية للآخرين. ما تمشيش ورا حد، واخد بالك انت، دور عن الحقيقة. فين انحاز للسلطة؟ لا. اسلم؟ لا. هو بيقول لك امشي عكس، فهنا السؤال بالمقلوب، يبقى بحث دايم عن الحقيقة. سؤال 25 كان طليس أول من بحث في المبادئ الأساسية لنشأة المادة. الراجل ده ويذكر إنه طور معيار دقيق لتفسير حدوث التغيير في الأشياء، وقدم المية على أساس إن هي الأولى وبتاع. الراجل ده بيتكلم في أصل، صح؟ أصل، مجمع الأصل دور، افتكر سمنة إيه؟ ماشي العصر اليوناني. سؤال 26 يقول دوستويفسكي اللي انتوا بتكتبوا له بوستات على الفيسبوك وبتقعدوا تقروا له ده: انا انطق ما لا تجرؤ انت بالتفكير فيه. انت دي اللي بتتكس ماشي، مش هينفع نقول اللي بنقوله في الحصص، بنقول في الحصص لحصص، ما تعرفش تقوله، وده بيخالف ايه؟ انا بعرف اتكلم وانت ما بتعرفش، والصراحه راحه عيني. سؤال 27 ركزت الفلسفة على العالم الطبيعي ولم تفرق بين الطبيعة الداخلية، لا ثانية واحدة، الداخلية والخارجية، كما إنها لم تفصل المادة عن الروح أو الإنسان. يا سلام، اتكلم عن المادة والأصول. حبيبي يا يوناني، أخويا الزبادي يا عم. سؤال 28 يقول فيلسوف تجريبي حسي: إذا سألك سائل متى بدأت تفكر؟ فيجب أن تكون الإجابة عندما بدأت أن أهدف للوصول لليقين. أول ما بدأت أتأكد، ولما تقطع الشك في البسين، قصد الشرط في الكمين، قصد الشك باليقين، يبقى حضرتك كده بتتكلم عن العصر الإيه؟ الحديث. سلام، شكلك ما فرقتش بقالك كتير، وعشان كده يا صاحبي مش هقولك يفرق بين حاجة، لا أنا طيب النهارده، طيب اصبر على اللي جاي بس. سؤال 29 أبو بكر الرازي، ده راجل عالم كبير طبعا، ساهم بالعديد من المؤلفات منها كتاب الحاوي. لا مش وليد سليمان، لا. في الطب الذي استمر كمرجع طبي رئيسي في أوروبا لمدة 400 سنة. يا لهوي، إن للعبد خالق. يا ولد فلما بنتكلم عن يبقى وسيط. فرق لي بقى بين الفلسفة والدين والعلم، حيث الموضوع منهج بس، مش أكتر من كده. أنا راجل طيب. سؤال 30 باسكال فيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل
في مجال الفيزياء وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتمالات في الرياضة. الراجل ده خدت بالك عمل تجارب فاستخدم مناهج علمية. الراجل ده في العصر الحديث. تركز دايما مع الموضوع ده. سؤال 31. الجريء. طب ما خلص السؤال. جريء يبقى هسكت عشان احنا بنقولها كتير في الحصص وانت فاكرنا بنهزر. سؤال 32. يكون لقدسي معرفتك للآخرين ذكاء ومعرفتك لذاتك. يا سلام يا سلام. ولا لقدسي والطاوين كلهم كانوا جماعة ملاحدة مالناش دعوة بيهم. سؤال 33 يقول لك يجب على الفرد أن يعرف مواطن ضعفه وقوته. مواطن ضعفه وقوته. جميل. الراجل يعرف نفسه. جميل. طب ما احنا عارفين ده من بدري. عصر يوناني. سؤال 34. بيقول لك ان التقدم العلمي ادى لظهور مشكلات. انت قلت ايه يا صاحبي؟ مشكلات. واحنا واخدينها من ساعه الفلسفه اليوم وقلنا نخلي بالنا منها. فهمان. سؤال 35. من الافضل مجابهه الخطر. بدل ما انت خايف. خايف مكسوف في مرايتي بحاول اخبي دموعي. ادينا قلنا اللي بنقوله في الحصص. يلا على الله يطمر. ده حته كده ماشي. يقول جورج إليوت العقل ضيق الافق هو الذي لا يستطيع رؤيه امر. الراجل اللي بيشوف من ناحيه واحده. سؤال 37 يقول لك ايه بقى؟ الفلسفه هي حقل للتفكير والبحث وتهدف بشكل اساسي الى فهم اسرار الواقع والسعي لمعرفه ما هو مهم وذو قيمه. بص كده، الفلسفه كده بتهتم بالبحث الاساسي بشكل أساسي في الزمان، فهم الاسرار، البدايه، اصل. يبقى انا بتكلم في يوناني. سؤال 28 بيقول لك لا ده 38، احنا هنرجع بالزمن ولا ايه؟ سؤال 38 بيقول لك استطاعة الفرد الحد من الانزلاق مرة تلو الأخرى في أثر التبعية، بطل يمشي ورا الناس، يبقى الراجل ده عنده استقلال. لأنه هنا قال لك يخالف. بص دي عكس دي. ماشي. ايه ده؟ دي غواصة دي ولا ايه؟ لا مش هنرسم. سؤال 39 ذهب ابن رشد إلى أن التأويل ضروري بص هو اصلا ابن رشد موجود عندك نموذج توفيق بين الفلسفه والدين اصلا، يعني ده سؤال سهل، بس ما دام ما فيش شرع وفلسفه يبقى انت بتتكلم في عصر وسيط. سؤال 40 حاولت الفلسفه الاجابه عن سؤال ما مصدر القيم؟ اصل الكبابجي. معلش انا اسف. في علاشات الواحد بس بيفك معاك يا اخي، ده انت كئيب يلا، انت كئيب متهزرش معايا. سؤال 41 نتج عن التقدم في مجال البيولوجي مشكلة الجينوم والتهجين انت قلت مشكلة. عصر راهن. سؤال 42 لقد أوجب الشرع. خلصت. انت قلت شرع دين يبقى وسيط. انا مش هكمل. لا مش هكمل. انا بكمل ليه؟ بصوت الفنان احمد شوبير. فاكر الفيديو ده؟ ليه؟ سؤال 43 ان ما يميز فلسفه ذلك العصر انها فلسفه نقديه. نقد يبقى بتتكلم عن ايه بقى؟ شك. نقد يعني شك، وهتاخدوا المهارات. يا سلام. نقد يعني شك، ادور على استخدام مناهج علميه وفكريه جديده. يا سلام. سؤال 44 اهتمت الفلسفه بالمبادئ الاولى. اصل احنا لسه قايلين الاصل ده وضايقك قوي. ضايقك الموضوع. سؤال 45 الشخص الذي يرفض الرضوخ. ايه الرضوخ دي؟ كلمه تقيله.
الرضوخ لسيطرة الآخرين يقود قد خالف إيه؟ بص، هو مش رفض سيطرة، خد بالك من سيطرة، أنت لسه بتفرق بين عوامل هناك، فبالتالي الراجل ده رفض إيه؟ الخضوع للسلطة، خصوصا لو سلطة الطحينة. سؤال 46 بيقول لك لقد نتج عن الثورة البيولوجية مشكلات أخلاقية. أنت قلت مشكلات، أنت قلت كده. اهتمام بقضايا حياتية، عصر راهن. هي أسئلة نفس الفكرة، والله هو الفكرة إنك تكون بتعرف تقرا أصلا، يعني بس تكون مركز في اللي بنقوله في الحصص وبتعرف تقرا، الحياة هتبقى جميلة. الشعور بالقوة والجرأة، أنا حاسس إن أنا جامد. جامد افتكر لي شجع الفكرة دي، والله مش محتاجة حتى، والله من غير ما تقرا السؤال، أنت لو بني آدم بتفهم وبتركز مع اللي بنقوله بس هتلاقي حاجة جميلة. سؤال 48 العصر الذي دعا إلى تجاوز الواقع وما وراءه متسائلا عن حقيقة الوجود. حقيقة الوجود ذاته بتساوي إيه؟ أصل. جميل، أصل، يبقى اكتشاف الإنسان لنفسه والمشاكله بجد مش باين على شكله. سؤال 49 تمسك العلماء برأي أرسطو حول مركزية الأرض. رفضهم لنظرية، ماشي، الناس قفشوا في القديم، يبقى خضوع لمألوف. سؤال 50 يقول أغسطين إن العالم المخلوق إنما هو نتاج أو ثمرة الفعل الإلهي. حبيبي يا أغسطين، ربنا وحد الله، وحدوه يا أخي، وحد الله يا أخي، صلي على النبي يا أخي اعمل أي حاجة في حياتك يا أخي. رفض الابن سماع كلام والده بدخول كلية الطب وأصر على دخول كلية هندسة، ده بيخالف إيه؟ خد بالك الولد ده ما شاء الله أكيد أدبي، أكيد، ما شاء الله رفض طب دخل هندسة، ده ما تفهمش ده علوم ولا رياضة، تفهمش، بس يلا هو سؤال، يعني هو رفض سلطة بابا، ماشي. سؤال 52 ظاهرة الأخذ بالصقر في بعض المجتمعات بتمثل إيه؟ بص دي عادات وتقاليد، يبقى خضوع لمألوف ومعتاد. سؤال 53 ستصبح أقوى إنسان إن استطعت أن تأخذ قرارات عكس رغبتك، المجرد إنها صحيحة حتى ولم يكن فيها راحتك، هتبقى قوي علشان قادر تعبر عن غلطتك. أهي غلطة وتعلم، ومسيري هلاقي ناس تانيين باقيين على. يقول باولو كويلو، هو هنا كاتبين واحد تاني مش مشكلة، لا تجهد نفسك بالتوضيح لأن البعض يصغي فقط لما يريد سماعه. كل واحد عايز يشوف اللي هو عايز يشوفه، كل واحد عايز يشوف اللي هو عايز يشوفه، فاهم؟ كل واحد عايز يشوف اللي هو عايز ايه يشوفه، لكن انت مش مهم، انت في داهية يالا. المهم هما صح، مش مهم انت، مش مهم اللي بيضايقك، المهم اللي بيضايقهم. انت تقعد تخلي بالك بقى، لا يابا في داهية، في طريق السلامة الباب يفوت جمل، فوت كبر دماغك يا عم. سؤال 55 يقول إن الفرد قد يتخذ استراتيجية الذوبان في الجموع وعدم الخروج منها إن الراجل يعوم في وسط الناس كده، يدوب في وسط الناس كده، الراجل يبقى شبه الناس كده. طب ما ده خضوع لمألوف، خضوع لمألوف يا أخويا، يا حلاوة يا حلاوة، مش هقول لك حاجة تانية، أنت راجل حلاوة. سؤال 56 كان غالبية المفكرين والعامة يرون أن الأرض مسطحة وإذا أبحرنا بالقدر الكافي ستصل لنهايتها. يا سلام، الناس أغلبها شايفة كده، يعني هم شايفين حاجة ومش شايفين التانية. خد بالك إن ده مش رفض المألوف، هو مش كاتب لك خضوع لمألوف أصلا، خد بالك من دي، يعني هو مش هيلخبطك، بس أنت اللي بتلخبط نفسك بالأسئلة الوجودية اللي بتحطها للمنهج وأنت بتسأل كده، اللي هو يعني هو لو قال لي يا عم، هو مش هيقول لك، أنت اللي بتقول لنفسك، بني آدم براس أبو الهول. سؤال 57 تنتشر العديد من المظاهر في القرى والريف المصري أثناء المآتم. الناس وهي ميتة، الناس بتزعق، ده عادات وتقاليد، بتقعد تعيط، خضوع لمألوف ومعتاد. هل، ماذا، لماذا، كيف هي أدوات أساسية للفلسفة والفيلسوف. يا شوف الراجل بيدور، الله، تبقى دهشة وتساؤل.
سؤال 59 بيقول لك في مادة الرياضيات يستعين الطالب بالمعطيات المتاحة ويتدرج إلى المطلوب ويحقق البرهان ويصل إلى الحل يا سلام، الراجل ماشي باتساق كده، ماشيها واحدة واحدة وفي دقة وخطوات يا وله. يا ولا طبعا تحية لكل بتوع الرياضة، على راسهم أخويا يعني. سؤال 60 بيقول لك يقول الغزالي من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقى في العمى والضلال. الله عليك، الله عليك يا عم غزالي يا جميل. دور 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 وما تبلعش الحاجة زي ما هي، تبقى يقظة وبصيرة. سؤال 61 يقول لك يحد سقراط أول من بدأ بالتفكير في الإنسان وما يتعلق به وفضل. طب ما الراجل بيدور على الأصل. أول 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 أول. سؤال 62 يقول المثل الفارسي من لم يشك، مش إبرة، من لم يشك بشيء لا يعرف شيء. لازم تشك عشان توصل، يبقى حديث. سؤال 63 يقول عباس محمود العقاد إن الدين. خلص السؤال، خلص. شكرا يا عقاد، شكرا انك بدأت بالكلمة دي، شكرا شكرا شكرا. سؤال 64 ما يمكن السيطرة على الممارسات الحمقاء نحو البيئة عبر يمكن السيطرة. ينفع نغير مشاكل البيئة، الدنيا بايظة، يبقى راهن. سؤال 65 يرى جابر بن حيان ان الكيميائي المحترف يلعب في ليفربول يمكنه عن طريق المنهج العلمي. منهج علمي. خلصت يا ابويا، خلصت. سؤال 66 يقول راسل ان الفلسفة توسع عقولنا وتحررها من العادات والتقاليد، اياك تخضع. ايه ده؟ والله في حاجة جامدة جدا في الشاشة دي. سؤال 67 تجنب احد الموظفين ذكر سلبيات المشروع اللي بيقوم بالاشراف عليه عشان رئيسه، الراجل خايف من رئيسه يبقى عنده افتقار. دي فقرة الساحر يعني، مش فاهم. سؤال 68 يقول ارسطو ارسني ما نحن عليه هو ما اعتدنا على تكراره والمداومة عليه، اللي احنا متعودين عليه. يبقى خضوع للحلوف. سؤال 69 يقول رانيه ديكارت من أكبر أخطائنا إننا نفترض إن الأشخاص الآخرين يفكرون بنفس. أنت فاكر غيرك هيفكر بطريقتك ولا أنت هتفكر بطريقة وهو بطريقة؟ وارجع للي بنقوله في الملخصات. بقول لك إيه، أنت بقالك فترة مش مركز، عشان كده مش هسألك برضه، هسيبك لنفسك. سؤال 70 عندما ينظر رائد الفضاء من خلال مركبته الفضائية ويرى الأرض معلقة ولا معلقة؟ انت لسه قايل عدم الدقة في استخدام اللغة من فترة؟ ماشي. فيثير المشهد فطرته، يتعجب، يستغرب يبقى ذهول، دهشة. دهشان. الفكرة الإيجابية هي نتيجة البذرة الإيجابية. سبحان الله، سبحان الله، طبعا دي معلومة عظيمة. وتحتاج لمدة طويلة. قلت إيه يا ابن عمي؟ مدة طويلة. يبقى تروي وصبر. سؤال 72 على الفرد أن ينظم ما بداخله من الله. ينظم؟ قلت لي ينظم. سلام. بقول لك ايه، فرق لي بقى بين الاربع خصائص بتوع الموقف الفلسفي تحت في الكومنتات. يا سلام. سؤال 73 انبهر العالم الجيولوجي بشلالات الدم في انتاركتيكا وحاول اكتشاف سبب اللون الاحمر بالمال. ايه ده؟ الراجل انبهر، استغرب. يقول ابراهيم الفقي ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا. لما دورت يا صاحبي. لكن ابعد عن الفكرة السطحية، خليك صحي ومصحصح، خليك مركز يا زميلي. سؤال 75 عندما يقول شخص متسول خلصت بيحاول يخدعني، خد بالك. سؤال 76 يقول كن منظما. خلصت. ايه ده؟ الاسئله سهله قوي كده. والله، بس انت لو بتركز في اللي بنقوله في الحصص.
سؤال 77. عندما تشاهد مباراة لفريقك المفضل، هلا مدريد والاهلي فوق الجميع واللي عنده اي مشاكل يكلمني، لديك وتجده يلعب ب10 لاعبين فقط وانت تعرف انه يجب ان يتكون الفريق من 11، فما شاء الله عليك عشان انت نبيه واذكى اخواتك بتتوقع ان في واحد فيهم اتطرد. مش هقول لك ان اسمه راموس، لا. يا ذكريات هذا المدافع العظيم. يلا حضرتك خدت بالك من الموضوع ده؟ فدي دقة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هتقول لي يا مستر مش دي يقظة؟ هقول لك زعلتني، هقول لك زعلتني. ليه زعلتني؟ لان حضرتك مش مركز. انت بصيت مشيت بخطوات، هنا بدأت بان هم 10 وصلت لكذا، ولا انت خدت بالك على طول في خطوات بصيت عديت عرفت واستنتجت من الى؟ يبقى في دقة. ماشي، بعدين مع ان مش المفروض اشرح بس انت حر. جميل. سؤال 78 بقى بيقول لك: يقول احد الفلاسفة: الفلسفة لا تعلمنا شيء جديد بواسطة نفسها، والمصدر لمعرفتنا هو الاختبار. اتأكد. تارارا. حديث. خدها ولا. سؤال 79: السيادة الشخصية هي قدرة الإنسان على اتخاذ قراراته بنفسه وعدم التأثر باللي حواليه. دي بتخالف إيه؟ خضوع لسلطة. سؤال 80: رحلة ال1000 ميل هتبدأ بإيه؟ بخطوة بس بالراحة، هتوصل بالراحة. تستعجلش ما تستعجلش. سؤال 81: يقول لك أقل أفلاطون إن رؤية الإنسان لشيء غامض. حاجة غامضة، دي ذهول، دهشة، مش عارف، يبقى تحريك الذهن نحو التساؤل. سؤال 82: يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أرتب أفكاري. الراجل بيرتب يبقى متسق. سؤال 83: تلقى مهندس عرض لوظيفة بأحد الشركات خارج البلاد وسرعان ما سافر ليحقق حلمه، وبعد ما استلم العمل في اليوم الأول شعر بعدم الارتياح فبدأ يفكر هيعمل إيه. من أول يوم كده يا أخي اصبر شوية، يا أخي تروى. سؤال 84: إن الأفراد يلتفتون إلى أشياء إيه ده؟ أشياء غريبة؟ يبقى ده اسمه ذهول، دهشة. سؤال 85: استعرض الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال 4 آراء فرق فلسفية من المعاصرين وانتهى إلى رفض 3 منها لمخالفتها للقواعد. مشي ورا الموضوع. دي معلش أنا آسف، اسمها دقة منطقية، عشان هو استعرض مشي خطوات. اليقظة مفاجأة. دي بنقول حاجات من اللي بنقولها في الحصص، مع إني مش عايز أقول حاجات من اللي بنقولها بس أنت مش مصحصح. سؤال 86: يقول غاندي والعاش عندي: ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. يا على صوت المطر، شامم برضه مفيش حساسة تتلغي. بيقولك بص بقى، السقوط بتاع المطر ده يا سلام، حاجة جميلة. يعني تعمل ايه حضرتك؟ يقولك ما تقبلش الحاجة على منظرها كده، فاكر المطر هيبقى فكرة ان حاجة بتسقط وحشة، لا دوري. سؤال 87: التتابع في عرض ما يدور في عقلك يميزك عن العشوائيين. التتابع يعني الاتصال. سؤال 88: يقول أحد الفلاسفة: الناس كالنوافذ ذات الزجاج الملون، فهي تتلألأ وتشع في النهار، وعندما يحل الظلام فإن جمالها الحقيقي يظهر فقط لو كان في نور من جوه. يا سلام يا سلام. ما تقبلش الحاجة على ظاهرها، دور يا أخي. سؤال 89: ليست الفكرة في إنني فائق الذكاء. اوكي انا ذكي بس مش قوي كده، بل كان به في الامر انني اقضي وقتا كافيا. باخد وقت يبقى تروي. سلام. سؤال 90: عندما يقع حادث سرقة يقوم رجل الشرطة بجمع بعض المعلومات المترددين على العمارة ويبدأ يدور. الراجل ده بيمشي في خطوات ده ولا ايه؟ ده دقة منطقية. سؤال 91: موقف المسؤول الحكومي تجاه الأزمات الاقتصادية. ده مفهوم، ودي مش هقول حاجة بقى عشان اللي احنا قايلينه في الحصة واضح قوي في الحتة دي، بصراحة أنا مش هتكلم فيها يعني. سؤال 92:
يقول أرسطو إنه يمكننا التوصل لبرهان عن طريق الانتقال من إلى دقة. سؤال 93. اتسم هذا العصر بالفحص والتمحيص. احنا لسه حلينه من شويه ده. الراجل بيشك لا تقع الشجره من اول مره، يبقى تروي. 95. يقول ارسطو الانسان لديه دافع للبحث عن الغاز الطبيعه والوجود، والهدف منها معرفة ما وراء الأشياء والموجودات، وهو بذلك ينجح في تفسير طبيعة بيعرف كونه كاللغز، يعني حاجة غريبة يبقى دهشة، فبيتساءل بيلاقي. بقولك إيه، نفس السؤال ده كده لو أنا سألته عن العصور، قول لي ده هيبقى عصر إيه؟ اكتبها لي آخر حاجة في الأسئلة، حتى لو سألت سؤال تاني اكتب لي ده في الآخر خالص وتحتيه اسمك على طول، عشان ده تشوف من الناس اللي مركزة بيه. سؤال 96. اعطي لنفسك فترة، خد وقتك اهي. 97. أثارت امرأة أوغندية عمرها 70 سنة ذهول الأطباء لأنها خلفت توأم من غير مضاعفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي أوغندية، مالك في إيه؟ إيه ده؟ دي حاجة غريبة جدا. عندك 70 سنة وعملت كده، عملت ذهول للناس يا شيخة يا شيخة. سؤال 98. عندما ينظر القاضي إلى قضية فهو بيبص لها من ناحية والراجل بيبص لها من ناحية، يبقى ده مفهوم. إيه ده؟ شفت الفقرة دي؟ إيه ده؟ يبقى ده مفهوم. سؤال 99. كان كانت من أشهر فلاسفة الألمان، يعيش حياة منظمة. هتقول لي اتساق ودقة منطقية. سؤال 100. طلب منك معلمك بحث عن الشباب، فقريت كتب كتير واطلعت على معلومات كتير وحضرتك دورت كتير ومشيت من إلى، يبقى دقة، اتساق. إله ربنا يبتليك باتساق. إن هدف الشريعة الشريعة دين. أهو. السؤال اللي بعده. تشكل قضية إنتاج كائنات بشرية مشاكل، جدل راهن. سؤال 103. انتقل الفكر من حالة السكوت إلى حالة الحركة، الحالة اللي تعرف بتوقد الذهن مصحصح، يبقى دهشة. سؤال 104. ومناخيرك مربعة. عندما يقوم عالم اقتصاد بعرض أفكار متسلسلة ماشية ورا بعض، يبقى حضرتك بتتكلم هنا عن إيه؟ يا سلام، اتساق. إن التفكير عن طريق الغير وتبعية عمياء، يبقى ده معناه فقدان القدرة على الاستقلال. 106. والسؤال ده مش هتلاقيه في أي حتة. في بعض الأحيان الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب، لأن حضرتك لازم تكون عندك جرأة كافية، يبقى ده افتقار للشجاعة الفكرية. وانتهت حصتنا وانتهى فيديو حل. ما تنساش ان اللينكين تحت فيهم كل الملخصات وكل فيديوهات الحل ولينكات التواصل معانا واللي انت عايزه، ومنورنا على القناة طبعا. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر. فيديو طويل، ودي قناة ابرة على اليوتيوب. سلام يا صديقي.